السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في قناتي، قناة أم جنى ريتاج. اليوم راح نديرو مع بعضانا بسبوسة معسلة ومشربة بالدقيق. نروحو المقادير مباشرة. هنا عندي الصحن تاعي راح ندير فيه 4 بيضات، ونضيفو رشة ملح. وهنا عندي نص كاس سكر، اللي تحب البسبوسة تاعها حلوة نضيف كأس مليان تاع سكر. انا نقصت يعني عندي الشربات حلوة، ديجاني شربت الشربة تاعي، عفوا طيبت الشربة تاعي وخليتها تبرد. الشربة تاعي هي 2 كيسان سكر و3 كيسان ماء، خلوهم يغلوا لمدة 10 دقائق ونطفوا عليهم ونضيف ليهم شوية تاع مزهر. وهنا خلطت البيض تاعي، ما راحش نخلطو حاجة كبيرة، نخلطو غير شوية. ونضيف كاس تاع الزيت، نفس الكاس اللي كيلت بيه السكر، كاس معمر تاع زيت، نزيد نخلطو. للبسبوسة ماهوش ضروري الباتير بالفوير تعطيك نتيجة مليحة، غير نخلطو تخليطة خفيفة لا أكثر. وراح نضيف نفس الكاس اللي كيلت بيه الزيت والسكر، راح نضيف كاس حليب معمر. وعندي مغرفة لافاني، مغرفة تاع قهوة. وعندي مبشور تاع حبة برتقال. عندك مبشور الليمون ديري. عندك الزوز، تقدري تديريهم في زوز يعطوك نتيجة ما شاء الله. مبشور الليمون ومبشور البرتقال مع لافاني، نكهة ما شاء الله. خلط كلش حاجة خفيفة، ما خلطش ياسر. السميد نفس الكاس اللي كيلت بيه الزيت والحليب والسكر، راح عندي 2 كيسان متوسطين تاع السميد، 2 مغارف فارينة، مغارف تاع اكل فارين. كما تلاحظوا السميد تاعي متوسط. نخلط الخليط تاعي ونخليه يركح على الاقل 5 دقائق، ومن بعد نضيف 2 مغارف فارينة، 2 باكيات خميرة تاع كاطو. الفارينة تاعي راح نغربلها، نغربل معاه 2 باكيات خميرة تاع كاطو، خميرة الحلويات. نغربل كلش. تكوني دهنتي الصني تاعك اللي راح ديري فيه الخليط، وتكوني شعلتي الفور مسبقا يسخن على 180 درجة. طيبها غير من تحت حتى نتشيح كيما الطيب تاع المسكوتشو نفسه. كي تشيح تشوفها شاحت، تشعلي لها من فوق تدي تحميرة فقط. الخليط تاعنا راهو جاهز. هذا هو القوام اللي كنت نحوس عليه. الصني تاعي راني دهنته بالزيت.
راح نحطها تطيب كما قلت، سبق وذكرت طيب من تحت، تشوفها بفرشيطة ولا موس ولا انكردون، تشوفها شايحة تشعليلها من الفوق، تدي تحميرة مليحة كما تلاحظوا. راح نشربها هي وسخونة، والشربات تكون باردة. نأكد لك على الشربات انها تكون باردة. خلاص راني طيبتها قبل ما ندير البسبوسة نتاعي. كما سبق وذكرت الشربات 2 كيسان سكر، نفس الكاس اللي كيلت بيه الخليط نتاعي، 2 كيسان سكر، 3 كيسان ماء تغلى لمدة 10 دقائق، ونضيف لها شوية مزهر قدر 2 مغارف. البسبوسة تاعي راني بعد ما سقيتها وشربت ليلة كومبلي، راني جبتها وزينتها بقشور تاع البرتقال طيبين في السكر كما تلاحظوا. هاي مشربة ومعسلة، اتمنى تجربوها واتمنى تعجبكم البسبوسة نتاعي. الى ملتقى واحد اخر. سلام.